العراقي بس يطلع خارج العراق يتغير، سبحان الله، بس يعبر الحدود بس يصير حباب ولطيف جدا ويحب الحيوانات وينقهر على البزونه من يشوفها تاكل من الزبل، خاي خطيه 100 وتاكل من الزبل، وملتزم بالقوانين ومحب للبلد اللي يعيش بيه. واول ما يوصل للمكان المقصود يقول العباره الشهيره جدا: الله، شوف النظافة، الشوارع ايش قد نظيفة، لا والأمان، بدك شرطة بالشارع ماكو، عم ناس محترمة نفسها وتحب بلدها. كل اللي طلعوا قالوا هالكليشة. ومن أحلام نسبة كبيرة من العراقيين هي الهجرة إلى أي مكان أو دولة خارج حدود أرض بلاد الرافدين. إن شاء الله يبيع موز بترفكلات بالصومال، بدارفور، يروح يشتغل مقاومة ولا يرجع للعراق، حتى لو المريخ. بدأت شركة مارس 1 الهولندية عملية البحث عن متطوعين لاستيطان المريخ، والشروط أن يكون عمرك بين 18 و40 وحالتك البدنية جيدة، و38 دولارا رسوما للطلب، وأخيرا أن تكون مستعدا للذهاب في هذه الرحلة بلا عودة. يعني هجرة المريخ؟ صدق؟ هجرة وين راح من والدك؟ وين هجرة وين؟ وين ابو سيدك وين هجرة وين؟ بدنا نصور هسه من نخلص تصوير ادليك. بس دليني وين انت؟ انا هاجر. بس خلينا نخلص تصوير وانا ادليك. راح من والدك. يعني راح يودونا للمريخ؟ هجرة راح من والدك، هذا جوازي، انا بدي هاجر راح من والدك، بس دليني بالمكان وين؟ نخلص تصوير وانا ادليك الموقع مال ابو سيدك، بس دليني وين؟ ذاك الطير، شوف ذاك الطير. من هنا من هنا هجرة من هنا. يعني العبارات اللي سمعناها سابقا طلعت حقيقية؟ اللي جاءتنا فجأة من المريخ، والله لو نذهب إلى المريخ لنتسلح. بس لا، هذا جانا من المريخ جاسوس. هف يا معودك انا الحر راح اموت. لعبانة 60 نفسك من العيشة؟ الكهرباء مقطوعة؟ بتبحث عن الأمن والأمان وحابب تسافر؟ الآن فقط مع عرض مارس 1 ب 38 دولار فقط. نعم، 38 دولار فقط، شاملة النقل وبدلة الفضاء والفيزا زائد مصاريف الشحن. مش بس كده، اتصل الآن على الأرقام أسفل الشاشة واحصل على عرض مهرب في حال لم تكن تملك جواز من فئة واسطة. جايك يا مريخ، جايك يا مريخ، جايك يا مريخ. وبما أن كوكب المريخ من أكثر الكواكب اللي بيئته مشابهة لكوكب العراق، قررت شركة مارس 1 الهولندية أن تمنح لمن يرغب السفر إلى كوكب المريخ تذكرة ذهاب بدون عودة، يعني روحة بلا ردة وياها 7 جارات، وبسعر رمزي جدا أرخص من أي تاتا أو كوستر 14 راكب بالعلابة 38 دولار فقط. ترى ما هي ردة فعل سكان المريخ الأصليين؟ شا سووها صدق؟ راح يجونا ابويا. شا عندنا عشاير نوقف لهم على السريع ونقطع السريع، واللي يوصل حدنا نقص ايده. أقول لك بويا، خاف يطلعون علينا 4 أرهاب. شا هي وليه وتراب مكتب السلطان، الا نحرق الجو حرق واشغل عليهم الحبيبه اخليها تهلهل فوق راسهم. زين، بالنسبة للعراقيين همين راح يبدون يشتغلون تهريب وجوازات مزورة، وهمين راح نوصل للمريخ، نبدي هناك ننزل على الفيسبوك قصايد وتشكن ان مارس واغاني غربة ووطنية والسوالف وعندي وطن. بس المريخ يراد لحملة اعمار بنى تحتية، شو راح يسوون جماعتنا؟ شوف، احنا نقسم المريخ نصين، انت تاخذ الفوق وانا اخذ الجوه، وتطلع بمؤتمر تحكي علي واطلع احكي عليك، وناخذ النفط انه وخليهم يذبحون. لكن مو هذا السيناريو عتيق، استخدمناه بكوكب الارض، شوف لنا شيء جديد. هذا ما يعتق، بعدين هنا النفط بكرتونته. يبشرف. وبعد فترة يبلشون العراقيين يشترون قطع اراضي وشقق وفيلل وشاليهات على نهر مريخيون، ويبدون كل سيارات اخر موديل، وكل واحد عنده 3 خطوط مال موبايل، ومن الموبايلات 3 شايل بجيبه، وهيك شايلين هو الباكيت جيجار. مرحبا شلونكم؟ عبالك اثقال شايل بيده. خلينا نشوف مراسل برنامج ليفش لوص هالمرة. يمكن سمعتوا عن شركة مريخ 1 ومشروعها بإقامة رحلة للمريخ وبلا عودة. الله، بلا عودة يعني روحة بلا رجعة، ولا تنسى سد الباب وراك. طبعا لهاي الرحلة شروط، وهي أن يكون ذا بنية قوية ويتحمل المشاق ويتمتع بمهارات البقاء والاستمرارية، ولازم يكون عنده كرش يترسى على الأرض، خاف يبقى كم يوم على المريخ بدون أكل حتى يصير مشتر يطلع وياكل داخلي، وألف عافية.
وطبعا مدير شركة مريخ واحد تلقى 10,000 رسالة، ومو بس من عندنا، من عدة دول، وكلهم يريد يروحون للمريخ. بس أنا أشوف أنه هذه المواصفات اللي طالبيها تنطبق على المسؤولين العراقيين. وراح تقول لي ليش؟ أنا أقول لك، أولا يتمتعون بالكروش، يعني خزين الطعام خلصانين منه. والله بالنسبة أنا ما أقدر أروح هناك. ليش؟ لأنه صار لي 3 أشهر تقريبا ما ضايق اللحم، بس ما شاء الله عندنا مسؤولين، كل واحد كرشه ها قده وكل واحد عرضه ها يتحملون. ثانيا مهارات البقاء والاستمرارية موجودة عندهم، لأن ما فد يوم مات واحد من انفجار أو اغتيال، يعني على قلوبنا جيرة ولزق حمادي. يقول لك اللي يلقى أحسن منه هلا يبات، فأنا لقيت المريخ بهاي الرحلة الجديدة أفضل من الأرض. نمني نفسنا بأحلام اليقظة ونقعد من هاي الغفوة حتى نشوف الوضع باقي على ما هو عليه، وعلى المتضرر أن يضرب راسه بالحائط، بأقرب حائط. شنو ما عاجبكم؟ لبرنامج لي فعل القيسي.